الولي هو اكتر انسان مرعب عايش ما بيننا. اقسم بالله لو الكون كله ضده ما هيعرفوا يعملوا حاجه. هو لو دعا عليهم دعوه واحده بس هيهلكهم كلهم. ولكن سبحان الله من صفاتهم ان هم متسامحين وشارين الاخره. ولكن ده ما يمنعش ان لو حد عايز له سوء وهو متسامح ان هو مش هيتأذي. ربنا حاطط له حمايه في الارض. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا سبحانه وتعالى اذن للفئه دي بالحمايه والخير. يعني ما فيش ساحر يقدر عليهم اقسم بالله ولا نووي. ده معاه ربنا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. المسكين اللي هيعاديهم ربنا هيحاربه. حتى لو جيت تحللها ربنا أذن للفئة دي بالنفع والخير. ففي شخص ما عايز له ضر وربنا ما أذنش بكده. انت كده بتتحدى مين وبتتحدى إرادة مين؟ فمين اللي هيحاربك؟ يعني أنا أتحدى أي ساحر أو حاسد أو بيحضر جن أو بيدعي أو بيتحاسب. نشوف أنت بتعرف تعمل إيه. تمام؟ امنع لي الشمس إن هي تطلع الصبح. والله ما هتعرف تعمل أي حاجة. ليه بقى؟ لأن ربنا أذن إن هي تطلع. فأنت هنا بتتحدى إرادة ربنا. فبينزل عليك عقابه. يعني انا عايز لده خير، انت عايز له شر، طب تعالى بقى. فهمت حاجه؟ انا عايز الشمس تطلع، انت مش عايز تطلع، تعال. انت بتتحداني؟ فاهم قصدي؟ عرفت ليه ربنا بيقول لك ما تخافش من حد؟ ربنا بيقول لك لو انا اذنت بحاجه محدش هيعرف يعمل عكسها. فراح قايل لك ايه تطمنك، وان يردك بخير فلا راد لفضله. ربنا عايز لك خير، اقسم بالله ما حد هيعرف يمنعه عندك ولا ياخره ولا يعمل اي حاجه. ربنا عايزك تبقى مليونير، والله لا تبقى مليونير، يلا. ربنا عايزك تتجوز، والله لا تتجوز، ما حد يعرف ياخر ولا يقرب ولا ما حدش يعرف يعمل اي حاجه. لازم اذن ربنا في كل حاجه، وهتوضح اكتر ان شاء الله في فيديو قانون الرزق. ولكن هنا انت بتتحدى اراده ربنا فبينزل عليك عقابه. يعني لو جالك ضر لا قدر الله ما تقوليش ده سحر، ده حسد، ده حد دعا، ده حد ما عرفش عمل ايه. لا لا، ما تكلمنيش عن الاسباب اللي اتهيأت. ربنا اللي اذن بالضر، فتهيأت الاسباب اللي اتسلط عليه ساحر بقى او اللي اتسلط عليه حاسد او ايا كان. لان لو ربنا كان اذن لك بالخير محدش يعرف يضرك. طب اتضريت، اعرف ان ربنا اللي اذن ان انت تتضرر. طب اذن عليك بالضر ليه؟ اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو الكبائر. حتى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. ما قالش اي سبب تاني. اي مصيبه هتجيلك بسبب ذنب انت عملته، مع ان هو فعلا اللي حصل لك بسبب سحر او حسد او ايا كان. ولكن الصوره الكامله ان انت عملت ذنب من الكبائر فربنا غضب واذن بعقاب. طب اسباب العقاب ايه؟ لتكفير هذا الذنب. فتهيأت اسباب العقاب. ممكن ساحر، ممكن حاسد، ممكن حوت، انت ونصيبك. ومعاداة اولياء الله من الكبائر. وممكن كل المشاكل اللي انت فيها بسبب ان انت معادي ولي، او بتجيب في سيرته بكلام مش كويس او بكلام مش فيه، وهو ما دعاش عليك، هو عمال بيعبد ربنا ومش فاضيلك اصلا. طيب مين هو الولي وازاي ابقى منهم؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم بقى يا رب الاولياء دول؟ دول ملائكه ولا بني ادمين زينا ولا ايه الحكايه بالظبط؟ الايه اللي بعدها على طول، الذين امنوا وكانوا يتقون. ربنا بيقول لك المؤمن اللي بيتقي هو ده الولي. الغريب في الموضوع ان المؤمن هو المتقي، لان ربنا قال في ايه ثانيه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. المؤمن هو المتقي لان ربنا بيخرج المؤمن اهو من الظلمات الى النور وبيساعده، يعني متولي اموره في ولايته. والمتقي هو اللي بيعمل الاوامر وبيجتنب النواهي بتاعت ربنا. ولكن لو رجعنا للايه تاني الذين امنوا وكانوا يتقون. يتقون هنا فعل مضارع، ده باستمرار مش مره. مستمرين على التقوى، مواظبين على التقوى، زي بالظبط اللي مواظب على الصلاه باستمرار يوميا، بالظبط في كل الاوامر والنواهي هم مواظبين عليها برضه. هو ده الولي. بيعملوا الاوامر يوميا وبيجتنبوا النواهي باستمرار، بيراعوا ربنا على طول وخايفين يعصوه، وربنا دايما في كل حساباته مستمر في اتباع اوامر ربنا. هو ده الولي، مش اللي هو يصلي مره ويسيب 10، لا، مستمر على الصلاه. ولكن في اوامر كتير هي مش صلاه بس، وفي نواهي كتير هي مش واحده بس. تمام؟ هو مواظب عليهم كلهم. والايمان والتقوى درجات، وبالتالي الولاية درجات. كل ما امنت واتقيت اكتر كل ما ربنا بيتولى امورك اكتر. طب الولاية دول بيحصلوا على ايه؟ يعني ايه زيادة عن الحماية؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللي آمن واستقام، والاستقامة هي الاستمرار على التقوى. فإذا رقم واحد ربنا أذن له بحماية.
رقم 2، نزل له الملائكة تتولى كل أمور في الدنيا قبل الآخرة. انت مش عارف يعني ايه تتولى كل امورك دي؟ يعني ولله المثل الاعلى، انت تعرف حد غني قوي او صاحب منصب عالي قوي وهو بيحبك، فقال لي ناس شغالين عنده شوفوا كل اللي هو عايزه اعمله له وسهلوا له كل حاجه. هي دي نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، ربنا سخرنا وامرنا نعمل لكم كل حاجه. رقم 3، معاك وعد ربنا ان انت داخل الجنة. لو انت استمريت على الكلام ده داخل الجنة، معاك وعد ربنا بكده، بل بتتبشر في الدنيا، ودايما بيبقى عندك احساس بالطمأنينة من الناحية دي، وده اللي الملائكة بتحاول توصله لك بس انت عمرك ما هتسمعه. وفي منهم اللي بيتبشر في رؤى ان هو داخل الجنة ان شاء الله. وعشان ربنا يوضح لك ان الولي هو المؤمن اللي مواظب على التقوى، مستمر عليها باتباع الاوامر واجتناب النواهي الالهية، ففصص لك التقوى في اكتر من ايه منهم. مثلا فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى امن واصلح، بعد كده امن وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة، بعد كده الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برضه ما يتخافش عليهم. ربنا بيفصصها لك، مش معنى كده ان انت تعمل دي بس، لا، المفروض تجمعهم كلهم عشان تعرف ايه هي التقوى بالظبط. آية تانية، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمحسن هنا اللي هو بيزود على الفرائض، ربنا مثلا قايله 5 صلوات بس، هو لا، بيصلي السنن وبيقيم الليل كمان. والولي اللي ربنا بيتولاه وبيتولى أموره وهو لجأ لله وآمن بيه وبيتقيه وبيسمع كلامه، ربنا قال له اعمل كذا كذا فبيعمله. طب ما عملوش او عمل عكسه، بقى من اولياء الشيطان، لان الشيطان عايزك يا اما ما تعملش اللي في القرآن يا تعمل عكسه، وهي دي خطوات الشيطان عشان يضلك. ربنا قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولان لو اتبعت منهج الله انت كده بتعبده. طب ولو اتبعت منهج الشيطان انت كده بتعبده برضه. سيدنا ابراهيم كان بيقول لوالده يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. بس والده ما كانش بيعبد الشيطان ولا حاجه، ده كان بيعبد الاصنام، ولكن لما عبد الاصنام هو كده اتبع خطوات الشيطان واتبع منهج الشيطان فبقى بيعبده. عشان كده سيدنا ابراهيم وصف هنا ان انت كده بتعبد الشيطان. وفي الايه اللي بعدها على طول يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، بقى من اولياء الشيطان. حتى في آية تانية لما سيدنا النبي والصحابة كانوا في أحد الحروب، فحد جاي بيقول لهم إن العدو جايبين جيوش لا قبل له وبيحاول يخوفهم، يعني ربنا وصف الموقف ده إزاي؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهو جاي بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ده جايبين جيوش كتير قوي وخافوا بقى اخشوهم ومش عارف إيه، فزادهم إيمانا. مين ده اللي يخاف؟ بقول لك والله ولا نووي يقدر على اللي معاه ربنا. ربنا مش أذن عليا بضر، أخاف من مين بقى؟ ربنا أذن إن الشمس تطلع، اخاف ليه من حد ان هو ممكن يخليها ما تطلع؟ ما حدش هيعرف يخليها ما تطلعش. فهمت قصدي؟ تخاف امتى؟ لحسن ربنا اللي يأذن عليك بالضر. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا النبي والصحابه في نفس واحد احنا معانا ربنا، تخاف من مين؟ طالما انت بتتبع منهج الله ومستمر عليه بقيت في ولايه ربنا، ما تخافش من اي حد، زي ما سيدنا النبي ما خافش وما حدش قدر عليهم. ربنا راح قايل لنا في الايه اللي بعدها فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ده ما حدش لمسهم، جايبين جيوش قد كده محدش لمسهم، ربنا ما اذنش عليهم بضر. طب في غزوة حنين كان ربنا اللي اذن بضر ساعتها لما اصابهم العشب بكثرة جيوشهم. يخاف امتى؟ لحسن ربنا اللي يأذن. انما الناس لا، ما تخافش من الناس، ما تخافش من اي حد خالص. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الايه اللي بعدها ربنا قال مين اللي جالهم ده بقى. اتكلمنا قبل كده في فيديو الوساوس ان الشيطان ما بيعرفش يجي يتواصل معاك غير لما تكون خايف من غير الله. فالنبي ما بيخافش عليه الصلاه والسلام، والصحابه ما بتخافش، والشيطان مش عارف يجي لهم، ولكن جالهم عن طريق حد تاني خالص. ولازم ناخد بالنا من النقطه دي. ربنا قال ايه بقى؟ انما ذلكم الشيطان. اللي جالك ده الشيطان، مش هو بصورته الشيطان، لا، وألقى لهذا الشخص الفكرة دي وهو جاء يخوف أولياءه. اللي بيتبعوا منهجه بيجي يقعد يخوفه، وبالتالي ألقى عنده فكرة جه قالها لسيدنا النبي والصحابة. ولكن سيدنا النبي عشان كده ربنا قالك في آية تانية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ما بيخافوش. فبرضه ناخد بالنا من النقطة دي. أنت طول ما أنت متبع منهج الله ما يتخافش عليك، ولكن خد بالك لحسن بيجي عن طريق حد تاني. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تخافوش من حد لو أنتم مؤمنين. أنا بقول لك أهو، حد يعرف يمنع الشمس إن هي تطلع الصبح؟ ما حدش، صح كده؟ طيب يبقى ما تخافش من حد. سبحانه الوحيد المتحكم في الكون، ان اذن لك بخير والله ما حد يعرف يمنعه، ولكن عملت حاجه من اللي ربنا قالك اوعى تعملها ما تلومش الا نفسك.
الشيطان بقى لما جه يتوعد لنا بيقول ايه؟ ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. دي بعض من خطوات الشيطان. طب لو واحد اتبعه ربنا قال عليه ايه؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولما ربنا يقول لك خسر يبقى خسر في الدنيا وفي الاخره. معنى كده ان انت لو مشيت على منهج الله باتباع الاوامر واجتناب النواهي انت كده في ولايه ربنا طول ما انت مستمر على الكلام ده. ولو مشيت ورا منهج الشيطان انت كده في ولاية الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. بل ربنا اللي مسلطه عليك. ما قلنا ما فيش حاجة بتحصل الا بإذن ربنا. ربنا أذن ان اللي هيتبع منهج الله هيبقى في ولاية ربنا. طب اللي هيتبع خطوات الشيطان هيسلط عليه الشيطان ويخليه له قرين. وربنا قال لك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أضعف البيوت اللي بيعتمد على غير الله واللي بيتبع غير منهج الله ساند على هوى. ربنا قال لنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي آية مرعبة هختم بيها: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. مين يا رب اللي حق عليهم الضلالة؟ هم مين يا رب؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الرعب مش هنا في اللي جاي. ويحسبون أنهم مهتدون. ده فاكرين ان هم صح. اتخذوا الشياطين اولياء بان هم طبقوا ولو خطوه واحده من الخطوات ومشيوا على منهج ولو في حاجه واحده. ربنا قال لك ما تختبش فانت بتختب، انت ماشي ورا الشيطان. قال لك صلي ما بتصليش، انت ماشي ورا منهج الشيطان بل هيسلطوا عليك ويخليه لك قرن. والحل الوحيد ان انت تتوب وتصلح. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. وتصلح هنا بان انت تتبع الاوامر والنواهي بقى. نعيد بقى من اول وجديد بقى وتتبع خطوات ربنا ومنهجه فيتوب عليك ويجعلك من اوليائه ويصلح حالك في الدنيا والاخره.